البرازيل والمنتخب المغربي. المنتخب المغربي دخل المباراة لكي ما يخسر في هذه المباراة، والتعادل راح يخدم البرازيل ويخدم ايضا المنتخب المغربي. المنتخب البرازيلي ما يلعب الكره البرازيليه اللي عشناها في السنوات الماضيه، لهذا اعتقد يلقى صعوبات امام منتخبات كما المنتخب المغربي او حتى منتخبات اخرى. انت راح تلعب كاس العالم، ما راح تلعب كاس افريقيا اللي فزت فيها في المغرب. حذاري حذاري. لو اليوم يعني امام البرازيل قدمت مستوى جيد، ولكن انت ما تنساش هذه كاس العالم فيه 48 منتخب، وكل واحد عنده طموح، وكل واحد عنده يعني مرشح، ممكن مرشح للفوز بهذه البطوله، وخاصه المنتخبات اللي عوضتنا من فرنسا، انجلترا، المانيا والاخرين. اكبر اسطوره في الجزائر رابح ماتجر، رابح ماتجر اللي حلف ما يدخلش شي ملعب جزائري، حلف انه ما يدخلش للملاعب الجزائريه بسبب سوء التربيه ديال الجماهير الجزائريه. حلف ما يوليش يدخل للملاعب. كيف ما كنسمعوا قال لك اسيدي بان المنتخب المغربي الفائز بكاس افريقيا خصو ينسى كاس افريقيا لان هذا كاس العالم وفيه مباريات مختلفه. لا ما تخافش علينا ودي رابح ماتجر، عارف شنو كنقولوا. ودابا عندك عيبداو يديروا عليك شي حلقات في الجزائر، خليتيها. هما ضد المغرب وانت قلتي لهم المغرب هو اللي ربح كاس افريقيا. لا ما انت ما قلتيش زعما شي حاجه، انت قلتي على كلام الحق، قلتي على داكشي اللي كاين في ارضيه الواقع. ولكن راه يبداو يديروا عليك الحلقات في الجزائر. كيف يعقل رابح ماتجر يقول بان المغرب ياك ما فوز القجع عشراك ولا شي حاجه؟ ايوا عندك يكون فوز القجع عشراك فراسكم. ود رابح ماتجر دا يلعب في المنتخب القطري، احلف على الجزائر ما يدورش فيها. تا ولدو دا المنتخب القطري وعندك الصحه اخر يا صور في الجزائر. لا تربيه لا اخلاق لا كره زينه لا ملاعب زينه. اللهم اخويا خليك في قطر، عندك عين منعوك تدخل الجزائر. وقلتي المغرب فاز بكاس افريقيا ويخليوك تدخلها، الله يدير لك شي تاول ديال الخير نشوف لنا ولك. الغريب في كرة القدم ان المدن الصاخبة تصبح هادئة بعد صافرة النهاية. ها هي ساو باولو، المدينة التي عاشت لساعات على ايقاع مواجهة المغرب والبرازيل، تستعيد هدوءها شيئا فشيئا. لكن بعض المباريات لا تنتهي عندما يطلق الحكم صافرة النهاية، بل تستمر في العقول وفي الشاشات وفي التفاصيل الصغيرة. المغرب والبرازيل تعادلا في النتيجة، لكن على أرض الملعب كانت هناك قصة أخرى عنوانها منتخب مغربي فرض شخصيته القوية، استحوذ، بادر، وأثبت مرة أخرى أنه أصبح ينظر في عيون الكبار دون تردد. المغرب تجاوز مرحلة المفاجأة وأصبح حقيقة كروية راسخة، حاملا طموح أمة بأكملها. في كرة القدم ليست كل التعادلات متشابهة، هناك تعادلات تشعرك بأنك فقدت شيئا، وأخرى تشعرك بأنك ربحت احترام الجميع. وإذا كانت النتيجة قد قالت أن المنتخبين خرجا بنقطة التعادل، فإن ما قاله الملعب كان شيئا آخر. قال أن المغرب لم يعد يلاحق الكبار بل يسير إلى جانبهم. من ساو باولو حيث عاد الهدوء إلى الشوارع، لكن الحديث عن هذه المباراة سيستمر طويلا. المغرب لم يعد يلاحق الكبار بل أصبح يجاورهم، وهذا هو الواقع اللي كيعيشه المنتخب الوطني المغربي. واحد المصري يتملق للمغاربه من بعد ما كان داير فيديوهات كثيره كيسب المغرب وملك المغرب وما كيخلي ما يقولوا اي اشاعه كتطلق على المغرب الا وكتلقى جالس يهضر عليها من مصادر موثوقه. فين هي المصادر الله اعلم. المهم اي حاجه على المغرب الا وكيخرج يهاجمها. وبحكم ان المغرب الان في الواجهه وتريند وكل شيء كيتكلم على المغرب، فبوجهه حمر تا هو شعل الكاميرا وخدام الله اكبر حمروا لينا وجهنا الله يعطيهم الصحه. الله خرافي منتخب الله ودي. هادشي كامل باش دير تفاعلات من المغرب، والمغاربه نساو داكشي اللي كان يقول علينا والاتهامات اللي كان يطلق علينا، واي اشاعه كتخرج على المغرب الا وكان كيتكلم عليها وكيقول لك بانها صحيحه وفين هو المصدر الله اعلم. خارج كيتملق المغاربه بوجوه حمر ما كتحشم ما كترمش. اخويا كاع ما تشكرنا اخويا، الله يعطيك الصحه. سير قلتها لك شحال هادي ونولي نكررها لك. انت واحد انسان متملق، انت عارفين ما كاين التفاعل انت تما، واي موجه كتمشي معاها. الموجه اللي شاده السوق انت معاها. دابا المغرب ها هو ولا مزيان، دابا المغرب ولا كيخدم وكيشتغل وكيدير. لا حول ولا قوه الا بالله. منتخب المغرب مذهل. كتير من حضراتكم يعرفوا ان الواحد اعتزل مجال الاعلام لكرة القدم ومتابعتها منذ سنوات بعيدة جدا، ما بقتش اتفرج على الكورة الا نادرا، ما بقاش في نفس حقيقة يعني. لكن
كان اخر ماتش شفته في حقيقه كان للمغرب ايضا في كاس العالم السابقه، والمغرب عملت فيه اداء اكثر من مذهل، وحقيقه حلقت لمسافات بعيده جدا. لكن بالامس كنت في البث المباشر والناس قعدت تسالني عن كاس العالم، وللاسف الواحد شعر بالاحراج لضآلة معلوماته، وقعد يقولوا لي على ماتش المغرب. فتحت ماتش المغرب والبرازيل، ايه الاداء المذهل بكل ما تحمله كلمه مذهل من معاني. حقيقه يعني شيء وتطور كبير جدا على الاداء الاستثنائي اللي عملوه في كاس العالم اللي فات. تشعر ان ده فريق ارتقى لمسافات. انا مش بتكلم على التعادل مع كرة القدم البرازيل وان المغرب كان يستحق الفوز، انا بتكلم على الثقة، الاداء بثقة حقيقة تصل للمرتبة اللي الحمد لله قبل شعرة الغرور. يعني شوف لما تتفرج على فريق فاحيانا تقلق وتقول له يا عم خلص، تكتشف انه بيلعب بمنتهى الثقة في كل مكان، من اول حارس المرمى لاصغر لعيب. ايوب، ايه ايوب ده؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايه اللعيب المذهل ده؟ ايه المدرب كابتن محمد المهدي ده؟ الراجل ده عامل فريق. امبارح المغرب اذلت البرازيل. الثقة والإرادة والقدرة العقلية على ان احنا سنصل بعيدا جدا، وعدم الإحساس بأي غربة أو خوف أو قلق أمام أحسن من لعب كرة القدم من ساعة ما كان في كرة قدم، ده شيء مذهل بكل تأكيد. الأداء كان يأتي مشهدا أسطوريا، ربنا يكملها لهم على خير. هتقول لي الأداء كان رائع في كأس العالم، لكن الثقة اللي فاتت، يعني الثقة المرة دي غير في ثقة غير طبيعية في اللعب مع البرازيل. أنا كنت في حالة نشوة، فصلونا عن كل الألم والدمار والحروب. تحية للمدير الفني وتحية لهذا المنتخب حقيقة، وتمنياتنا ليه بالذهاب بعيدا، فهو يستحق. مش هقول لك داعي لي على كرة القدم العربية والإفريقية، لا، المغرب بفضل الله بتؤدي كأحسن ما تؤدى كرة القدم على أعلى مستوى في العالم. نقطة ومن أول السطر. الله غالب. قال لك هو ما تفرجش عاودوا له. قال لك تبارك الله المدرب ديالنا محمد مهدي احيح تبارك الله. اما ذاك اللاعب ديالنا الشاب وليد الصبار ايوب بوعدي الله يعطيه الصحه. قال لك لا، قال لك احنا مشينا بعيد. قال لك المغرب الله يعطيهم الصحه كيشاغلوا كيخدموا وكذا، طيعات فوج كاس العالم عاوتاني وترجع النقير علينا والهضره عاوتاني وكذا، وهذه تلقاه شاد فينا ثاني وخدام يدقدق في المغرب. المغرب كادم هنا خرج من اللي داز منا. لا حول ولا قوه الا بالله. راه ما كيعجبوناش الناس اللي كيتلونوا. خليك في لون واحد، ما تبقاش شابع على الموجه فين ما كان غتغطس. خليك هكا ولا هكا، ياك حال يا ابيض ما تشيلش في الرمادي. الله يهدي ما خلق وصافي. الجزائر امانه بين ضلوعكم، الجزائر ثم الجزائر. اي شد روحكم مليح. ثم قال ماذا؟ عندكم ظهر في قطر رحتوا نصف النهائي لانه المنتخب الجزائري هو الذي لم يكن حاضرا في مونديال قطر، لانه كنا حاضرين التم كنتم لن تتأهلون إلى تلك الأدوار المتقدمة، لأنه عندما يحضر المنتخب الجزائري في المحافل الكبيرة والدولية، يعني مع احترامنا للجميع، دائما ما يأخذ هو السباق ويرفع راية الأفارقة والعرب والجزائريين. لذلك عندكم الصحة اخويا، نتوما اللي راه مع الرايه ديالنا 5 الفينالات ديال كاس العالم ورابحين 2 كؤوس ديال العالم وكاس القارات وما خليتوهم ربحتوا. لا عندك الصح، نتوما اللي كتحمروا الوجه. هي كون كنتو نتوما ما كناش نوصلوا لنصف النهائي كاس العالم. شنو كنتو غديروا زعما؟ واش دابا هذا كلام يتقبلوا عاقل؟ كون كنا حنا ما كنتوش غتوصلوا لنصف النهائي، اش غدير؟ فاش هذاك ما دير اصاحبي؟ وعلاش ما مشيتيش انت اصلا؟ يلا علاش ما مشيتيش؟ ايكامبي واش غندير لك انا منك الايكامبي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كيف العاده ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات.